السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. في وصفة اليوم غنشارك معكم واحد المعسلة من المعسلات الرمضانية اللي كتجي لذيذة بزاف، كتجي مجعبة من الداخل وهشيشة ومعلكة في نفس الوقت بواحد الطريقة اللي مختصرة وبسيطة. فقط تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبه للمكونات غنحتاج 500 غرام ديال الدقيق الابيض، دقيق الحلويات يكون نوعيه جيده. بالنسبه للعبار ديال الدقيق بكاس العنبه عطاني 5 الكؤوس، الكاس الخامس غير مملوء. غنحتاج رشاشه ديال الملح، غير واحد القبيصه، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال النافع، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، وغنحتاج واحد نصف كاس ديال الزنجلان مطحون اولا السمسم، كنكونوا طاحنينو مزيان، وإلا كان ما مطحونش مزيان راه كنغربلوه حتى الباقي المنسمات اللي ضفنا. غنحتاج الكيس منسم بنكهه الزهر. غادي نضيف مزيج ديال الزبده والزيت، الزبده اللي ذوبتها مع الزيت اللي عطاوني نص كاس، يعني ربع كاس ديال الزيت وربع كاس ديال الزبده اللي ذوبتها مزيان. انا استعملت الزبده حيوانيه، يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه. وغنزيد معلقه صغيره ديال الخل، وغادي نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وغادي نعجن العجين بالماء اللي يكون دافي. بالنسبه لهذا الماء ضفت ليه الزعفران شعره، غادي نحول هذا الماء لكاس اخر باش هذوك الشعيرات ما نضيفهمش في العجين، نكتفي فقط بالماء. بالنسبه لهذا الزعفران شعره راه كيعطينا المذاق وكيعطينا حتى اللون لهذا العجين. وبالنسبه لهذه المعلقه صغيره ديال خميره الحلويات عاد ضفتها، راني نسيت ما ضفتهاش من الاول، عاد فكرتها وعاد ضفتها. نتوما طبعا راه كتضيفوها من الاول مع المكونات قبل ما تبداو تعجنوا. صافي غنبقى نضيف في الماء حتى نجمع العجين. ضفت الكاس الاول ديال الماء اللي ضفت ليه زعفران شعره، وزدت الماء اخر اللي يكون دافي. غير صراحه ما عبرتش بالضبط، ولكن عينكم ميزانكم. بالنسبه للقوام ديال العجين خصو يكون بحال هكا كما كتشوفوا، ما تكونش العجين قاصحه وما تكونش في نفس الوقت كتلتصق باليد، تكون رطبه بحال هذا الشكل. صافي درتها غير واحد شويه حتى جمعت المكونات، وغادي ندوز باش نشكلها الكرات. مباشره بديت كنخدم بالعجين، ما خليتهاش ترتاح. غادي نجيب قطعه ولا سكين بهذا الشكل وغنحاول نقطع الكرات اللي يكونوا متساويه. غادي نشكل العجين لكويرات صغار. بالنسبه لهاد الكويرات راه كتشكلوهم على حسب الحجم ديال المقله ديالكم. الا كانت عندكم مقله كبيره راه كديروا كويرات كبار، كانت مقله صغيره كديرهم غير صغار. صراحه انا واخا استعملت مقله كبيره درت هاد الكويرات غير صغار، مدرتهمش كبار بزاف. صافي نقادهم بحجم متساوي، بحال كنصاوبوا العجينه ديال المسمن، بحال كنقرصوا دوك الكويرات ديال المسمن. الطريقه راه ساهله وموضحه في الفيديو. من بعد ما شكلت العجين الكرات ودرتها في واحد البلاطو بهذه الطريقه كما كتشوفوا، غادي نغطي عليها بهذاك البلاستيك، غادي نلويه عليها مزيان باش ما يدخلهاش الهواء نهائيا، ونخليها ترتاح. اقل مده تخلوها ترتاح واحد نصف ساعه. بالنسبه لي انا خليتها تقريبا واحد 3 ديال السوايع. يعني عجنتها هكا في الصباح وخليتها ارتاحت على خاطرها، لانه ماشي مشكل ما فيهاش الخميره الفوريه. يمكن لكم تخلوها قد ما بغيتوا الا كان عندكم الوقت. الا ما كانش عندكم الوقت تخلوها واحد نصف ساعه تخدموا بها. من بعد ما خليت العجينه ارتاحت مزيان، غنجيب اول كره وغنكون دهن سطح العمل بواحد شويه ديال الزيت. غادي نبسطها واحد شويه فوق سطح العمل، ما نبسطهاش كامله حتى الاخر. وغنجيب واحد ورق الطبخ ولا ورق الزبده اللي غادي نكون مقاده على هذا الشكل دائري على شكل المقله، وغادي نحط فوق منه هذيك المسمنه وغنزيد نبسطها كما كتشوفوا. غادي نرقق العجين. درت هاد ورق الزبده باش يسهل عليا انني نبسط العجين بلا ما تلتصق لي فوق سطح العمل، وفي نفس الوقت نهزها بسهوله ونديرها في المقله راه بطريقه بسيطه وبسرعه. كما كتشوفوا غادي نقلبها فوق المقله اللي كتكون سخونه مزيان والنار كتكون مهيله لاقصى حد. يعني هاد المسمن ولا هاد الرغيفات راه كنبغي غير نصهدوهم، ما كنطيبوهمش، غير يشدوا في راسهم شويه وكنحيدوهم. في نفس الوقت ديك المسمنه كتكون كطيب، انا كنبسط واحده اخرى بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنبسطها شويه فوق سطح العمل، كنبسطها مزيان من الوسط باش ما تبقاش ليا من الوسط غليظه ومن الجوانب رقيقه. صافي غنحيد هذاك ورق الزبده كما شفتوا راه كيتحيد بسهوله مباشره. ملي كطيب هذيك المسمنه وكيبدا يطلع هذاك البخار، داك الورق كيطلع
غير كنجرو كيتحيد بسهوله. هاد الطريقه راه بسيطه وعمليه بلا ما نحتاجو نبسطو بالنشا اولا بالدقيق. كيبقى داك الدقيق باين في دوك المسمنات وعاد كيزيد ينشف لينا العجين. صافي المسمنه ديالي راه كطيب وكنبسط هذيك الاخرى فوق ورق الزبده. على ما طابت وحيدتها كندير الاخرى. بعد ما كطيب هذيك المسمنه راه كنحيدها، خصها تكون بحال هكا غير كيدخلها طيب وكتصهد شويه كنحيدها. ما نخلوهاش تطيب بزاف ولا تحمر، ضروري طيب غير واحد شويه ونحيدوها والنار تكون مهيله باش ما تقصحش لكم العجين. الا طيبتوها حتى فوتوها القيس راه كتقصح لكم العجين. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. من بعد ما كملت الكميه ديال العجين كامله وطيبتها راه تيكونوا بهذا الشكل، يعني ما تيكونوش طايبين مزيان. يلا مصهدين وكنطفي ليهم. وفاش كنطيبهم راه كندير وحده فوق وحده وكنغطيهم بواحد المنديل باش يبقاو شادين هذيك الطراوه وما يقصحوش. غادي نجيب واحد شويه ديال الدقيق اللي خلطته مع الماء، تقريبا واحد 3 معالق كبار ديال الدقيق مع واحد شويه ديال الماء باش نلصقوا هاد العجين. كندير غير في النصف ديال المسمنه كما شفتوا، ما كنديرش في ديك المسمنه كامله في ديك الدائره ديالها، غير النصف وكنرولي. نتمنى ان الطريقه تكون باينه وواضحه. بالنسبه لهاد المسمنات الا بغيتوهم يجوكم فيهم هذوك الطريقات كتار يمكن لكم تدوبلوا المسمن، ديروا مثلا وحده فوق وحده وعاد تروليو. انا درت غير وحده وعاد درتهم غير صغار شويه ما درتهمش كبار. الا بغيتو مثلا يجوكم هذوك الطريقات بزاف هذوك المسمنات ملي كتقطعوهم تقدروا تدوبلوا الكميه. صافي من بعد ما كملت الكميه كامله وروليت كاع دوك المسمنات غادي نجيب واحد السكين اللي يكون حاد وغادي نبدا نقطع بهذا الشكل اللي يكون مائل كما كتشوفوا باش يعطيني داك الشكل ديال السانطير. راه كيجيو دوك الوريقات باينين. صافي من بعد ما كنقطعهم كنحيد هذوك الزوائد بطبيعه الحال ما تنرميهمش، كنحتفظ بهم حتى كنقريهم حتى هما. كنحيد هذوك القطع كنديرهم في واحد الصينيه ولا واحد البلاطو كنغطي عليهم بواحد المنديل على ما قطعت الاخرين حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. من بعد ما كملت القطع ديال العجين كندير الزيت سخن، غنخليها تسخن مزيان ونقص ليها النار حتى كتسخن مزيان باش ما تحرقش لكم الزيت. عاد كتبداو ديروا فيها هذاك القطع ديالكم والنار تكون متوسطه، يعني من بعد ما كتسخن الزيت وكنبداو نرمو فيها دوك الحبات كنزيدوا النار واحد شويه، يعني ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش مهيله، كتكون متوسطه. كنبقى نحرك فيهم مره مره بهذا الشكل حتى كيتحمروا كياخذوا داك اللون الذهبي. من بعد ما تحمروا ذهبوا مزيان غنجيب واحد الصفاي وغادي نهزهم من الزيت. غنحاول نسقطرهم هذاك الزيت قدر الامكان باش ما يطيحش لي داك الزيت في العسل. وما تحمروهمش اكثر من القياس، ديروا بعين الاعتبار انهم مازال من كيشربوا العسل كيزيدوا يذهبوا ويتحمر لهم هذاك اللون، يعني حتى العسل كيساعد باش يزيد يذهب لهم اللون. صافي مباشره غنضيفهم لهداك العسل وهما باقيين سخان. بالنسبه لهذا العسل راه سبق لي وجدته معكم، غنخلي لكم الرابط ديال الوصفه في صندوق الوصف ان شاء الله. صراحه هذا العسل كيجي رائع كيجي ناجح وكيصلح لجميع انواع المعسلات. غير هو كما قلت لكم خص هذا العسل يكون ثقيل باش كيشد في هذوك المعسلات ديالكم وكيجيو معلكين. الا كان العسل خفيف كتضيفوا ليه هاد المعسلات وهما سخان كيزيد يخفف وما كيشدش نهائيا. غير كديروا السقطر دغيا كيهبط هذاك العسل كامل لحقاش كيكون خفيف. كما قلت لكم راه ملي كتضيفوا ليه هاد المعسلات السخان راه كيزيدوا يسخنوا العسل وكيزيد يخفف. داكشي علاش من الاحسن يكون ثقيل من الاول باش حتى الا خفاف كيعاود يرجع للقوام ديالو وكيبقى شد في هذوك المعسلات. صراحه غير جربوه بعينيكم مغمضين راه تيجي ناجح. صافي غادي نخلي هذيك القليه الاولى كتعسل في العسل مزيان وكندير القليه الثانيه تقلى وغنبقى غادا بهذه الطريقه، يعني كل قليه كنديرها في العسل حتى كتقرب تحمر هذيك القليه الاخرى عاد كنحيد هذيك اللي في العسل وكندير الاخرى. مره مره راه كنبقى نخوي فوق منها العسل بحال هكا على ما تقلت هذيك القليه الاخرى حتى كيتعسلوا مزيان. صراحه راه كيجوا رائعين وكيجوا معلكين وشاربين العسل مزيان. صافي من بعد ما تعسلوا مزيان غادي نحيدهم وغادي نخليهم يتقطروا في شي كسكاس بهذا الشكل. انا درت كسكاس، يمكن لكم ديروا شي صفاي كبير ولا اللي كان متوفر وديروا من تحت منهم شي اناء باش هذاك العسل اللي تسقطر فيهم تعاودوا تستعملوه ما كيضيعش. وكنحيد هذيك القليه الثانيه كتكون حتى هي تحمرات كنسقطرها حتى هي مزيان من الزيت
وكنغطسها في العسل وكنبقى غادا بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله. وهكا كيكونوا المعسلات ديالي من بعد ما وجدتهم. بصراحه راه تيجوا رائعين، كيجوا لذاذ بزاف ومنسمين، كيجوا مجعبين من الداخل وشاربين العسل مزيان ومعلكين وفي نفس الوقت هشاش. جربوهم بهذه الطريقه اللي وجدت معكم، ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. صراحه كيجوا سهل من الشباكيه في التوجات ديالهم، وعاد كيجوا لذاذ. وكما شفتوا في المقادير درت معكم غير 500 غرام ديال الدقيق، وصراحه خرجت واحد الكميه اللي مناسبه. وكنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وكما العاده لاول مره كيشوف القناه ديالي، مرحبا بكم، دخلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. وما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعليقات ديالكم المحفزه باش تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر. وشكرا لاي واحد كيخلي لي شي تعليق زوين، شكرا لكم من القلب. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.